فكرت كتير قبل ما انزل هيدا الفيديو، بس للأسف بهيك بلد ما بقى فينا نعمل غير هيك. أنا نانسي رفول، أنا ناطرة دواية من الوزارة، دواء الكانسر الكترودة، وهذا الدواء صار لجمعة نطرته ومأمن وموجود بالوزارة، لكن للأسف بعد المستشفى اللي أنا قاعدة فيها ما استلمته، مع أنه طلب منهم وما إلي عين نقول لأي أسباب، خلافات سياسية بتأدي للمرضى اللي مثلي واللي الكتار اللي صاروا بلبنان من ورا فسيتكم كلكم صرنا كلنا مرضى. ما بعرف لمين بده يسمعني، بس هل يا ترى اللي مسؤول عن توزيع الدواء لو بنته أو أمه أو أخته أو أي حدا هو بحبه أو بعزه واعتاز للدواء رح يقبل ما يعطيه باسمي وباسم كل شخص ناطر هذا الدواء، دواء الكانسر؟ نحن بدنا أدويتنا، نحن ما بدنا نموت، نحن عنا إرادة للحياة. هيدا حقنا، هيدا مينيموم حقنا، مش بس حقنا، هيدا أقل شي بتأمنوا لنا إياه. يعني بشوم عليكم، يعني كل شي عم نتحمل، بس حتى بصحتنا، يعني حتى بأدويتنا كيف إلكن عين؟ كيف إلكن عين؟ فساد المصاري بيروح بالمصاري، بس فساد اللي عم تعملوه فينا هيدا وين بده يروح؟ سهى عليكم كلكم سوا.